السلام عليكم، كي درتو؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم على خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم لابيش اللي غادي تصيبوا في الدار، اللي غادي تقام عليكم بواحد الثمن جد مناسب، وغادي تعجبكم ان شاء الله. شي حاجه اللي لذيذه بزاف كيف العاده وبمقادير بسيطه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم، والناس اللي عاد دخلوا يتابوناو باش يوصلهم كل ما هو جديد. اذا ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اذا هنايا بالنسبه للمقادير ديال الجينواز ديالنا اللي بالشكلاط، عندنا 6 ديال البيضات اللي غادي يكونوا بحراره المطبخ، يعني ما غاديش يكونوا في الثلاجه، يكونوا خرجناهم من قبل. من بعد غادي نضيفوا واحد قريصه الملحه وكاس عنبه ديال سنيده، وغادي نطربوا الكل جيدا كيف ما شفتوا معايا. حاولت نعبر لكم بالكاس ديال العنبه، يعني باش تجيكم يعني الحلوى سهله باش تصيبوها. الا عطيتكم يعني بالعبار ما غاديش يكون الميزان، وغادي يكون عندكم مشكل. اللهم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش حتى هما يصيبوها. اذا هنا بالنسبه للنواشف عندنا كاسونس ديال فورس، طحين فورس، وعندنا 4 ديال الساشيات ديال الكاكاو، وواحد ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. هادشي اللي كاين هنايا. كنخلطوا الكل جيدا حتى كينسجموا لنا العناصر كلها. كنحاولوا ناخذوا الطراب اليدوي دائما فاش كنضيفوا النواشف، كنحيدوا الطراب الكهربائي وكنديروا الطراب اليدوي. كناخذوا هنا الطاوه ديال الفران اللي كتكون هكا مستطيله، ومن بعد كنديروا الورق ديال الطبخ وكنوضعوا الخليط ديالنا. كنحاولوا نهزو يدينا الفوق ملي كنخويو الخليط ديال الجينواز ديالنا باش كتجي مفشفشه، اولا كيف ما كنقولوا باش كتجي مهويه. صافي هنا غادي ندخلوها الفران تقريبا عندها 10 دقائق وكطيب. هنا غادي ندوزو للكريمه. بالنسبه للكريمه ديالنا عندنا 400 غرام اولا تقريبا غير 300 غرام، يعني راه كافيه ديال الكريم فريش، من الاحسن تكون يعني حلوه. وعندنا هنايا تقريبا 200 غرام ديال الشكلاط، شكلاط من نوع ممتاز اللي كنضيفوا ليه تقريبا واحد 4 كاس ديال الحليب، وكنخلطوه هكا فوق حمام مريم اولا في بان ماغي حتى كيذوب حتى كينسجم. هنا كنحاولوا نضيفوا واحد 3 المعالق كبار ديال الجبن كريمي، يعني كتحاولوا تاخذوا هذا ديال اللي كيكون هكا في سطيلات، راه كيكون زوين واقتصادي. الا ما كانش راه كتاخذوا جبن مربع، كديروا تقريبا واحد 6 القطع ديال الجبن مربع. صافي هنا كيف ما شفتوا معي بعد ما داب لينا داك الشكلاط مع الحليب، غادي نضيفوه الخليط ديال الكريمه ديالنا بعد ما طربناها. صافي هنا الكريمه هي واجده. كتجي هاد البيش هذه ساهله، وحنا كنعرفوا بان يعني عليها الطلب بزاف هاد الايام، وكتقام يعني كتشري يعني بثمن غالي. اذا علاش لا ما نصيبوهاش في الدار وغادي تقام علينا بثمن جد مناسب. اذا هنا كيف ما شفتوا معايا غادي ناخذ شويه من لا كريم، من هاد الكريمه هذه، وغنوضعها في واحد البوش اللي غنزينو به، وهذه غادي نغطيها ونوضعها في الثلاجه. هنا بعد ما خرجنا الجينواز ديالنا كيف ما شفتوا يعني 15 دقيقه وكطيب. غادي نحاولوا نحيدوا دوك الجوانب يعني اللي كيبانوا لنا شويه قاصحين، لان فاش غنبغيو نوريو البوش ديالنا غادي يكون يعني غادي يتكسر لينا البسكوي. اذا من الاحسن نحيدوا هذاك الشويه اللي ناشف وصافي. وهنايا كيف ما شفتوا معايا كتحيدوا داك الورق، كتحاولوا تحيدوه من داك سميتو، كتخليوه في نفس الوقت وكتروليو ديك الجينواز ديالكم هكا، وكتخليوها حتى كتبرد تماما. هنايا كنحاولوا نعاودوا نرجعوا ثاني ان علاش كنديروا لها هكاك باش كتاخذ لينا داك الشكل وما كتجيناش صعيبه فاش كنبغيو نمونطيوها. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا كنحاول نزول داك الورق، وغادي ناخذوا هنايا الكريمه اللي صايبنا. بالنسبه لاجينواز هنا ما كنسقيوهاش لان ما كتحتاج، كتجي خفيفه، ومع الكريمه وداك الكلاصاج اللي غادي نديروا ليها كتجي زوينه. صافي ما كتحتاجش باش نسقيوها. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا كنحاول نسرح مزيان داك الكريمه فوق داك البسكوي جينواز على هذا الشكل هذا.
صافي. وغادي نحاول ندير هنا شويه الكركاع. هنا لكم الاختيار، يعني الا ما بغيتوش ديروا والو راه ما غديروش. بغيتو ديروا اي حاجه، يعني اللوز مهرمش، كاوكاو مهرمش، اللي عجبكم كديروه في الوسط ديال هاد لابيش، باش ملي كتاكلوه كتجيكم داك القرمشه الوسط. صافي هنايا كنروليو كيف ما شفتوا الجينواز ديالنا على هاد الشكل هذا. غادي نحاولوا ناخذوا واحد الطاوه اللي مفرشه بالورق، وغادي نوضعوه فوق منها واحد الشبيكه، وكنوضعوا البيش ديالنا على هذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذوا الكريمه اللي درنا الوسط، غنعاودوا نديروها من الفوق، نزينوا بها من الفوق على هذا الشكل هذا. كتجي الصراحه لذيذه بزاف هاد البيش هادي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتصيبوها. هنايا غادي ندوزو للكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج غادي ناخذوا هنا تقريبا 140 غرام ديال الشكلاط اللي غنضيفوا عليها واحد ربع كاس ديال الحليب، وغادي نضيفوا عليها واحد المعلقه ديال الزبده صغيره. صافي غندوبوا كل شيء وغادي نحركوها مزيان. من بعد ما خرجنا لابيش من الثلاجه غادي نصبوا عليها هذا الكلاصاج هذا بعد ما كيبرد واحد شويه، يعني حاولوا ما ديروهش سخون بزاف باش ما يطيحش لكم ديك الكريمه. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا غادي هنايا نحاولوا باش نديروا الفينيسيون ديالنا لابيش باش تجي مقاده وزوينه وبين الشكل ديالها مزيان. كنقطعوا هاد الجوانب هادو وكنخليوهم. صافي هنا غادي ندوزو ناخذوا شويه ديال الشكلاط بالحليب اللي غادي ندوبوه، وغادي نحاولوا نديروه في واحد البوش ديال جوطابل على هاد الشكل هذا، وكنعملوا خطوط كيف ما شفتوا معايا. يعني التزيين كيبقى لكم اختيار، يعني كيف ما بغيتوا تزينوا لابيش ديالكم زينوها، وراه كل وحده عندها اللمسه ديالها الخاصه. هنا كناخذ داك الكريمه كنوضعها في البوش اللي درت في الثلاجه من قبل، وكنبوشيها وريضات بحال هكا، وكنوضع داك الشكلاط كويرات هكا اللي كيتباع ديال الوليدات، وكنزينوا على هذا الشكل. كتجي زوينه ولذيذه. كنتمنى تعجبكم. الى فيديو قادم، والسلام عليكم.